أهلا بيكم في وصفة جديدة. وصفتنا النهاردة هنعمل عجينة الكريب في البيت بطريقة سهلة ومقادير مظبوطة. هيطلع معاكي من أول مرة ناجح. شايفة يعني مفيش أحسن ولا أجمل من كده. العجينة بتطبق في إيدك كده ممتازة. طريقة ناجحة جميلة 100%. يلا بينا نشوف وصفتنا. وقبل ما نبدأ أتمنى اللي معملش اشتراك يعمل اشتراك للقناة، وما تنسوش اللايك. ويلا بينا نقول بسم الله ونبدأ وصفتنا مع بعض. مقاديرنا سهلة جدا وبسيطة. هنجيب الدقيق على حسب ما تعملي. أنا النهاردة عملت 3 كوبايات وذرة ملح ومعلقة كبيرة من السكر و3 معالق من الزيت. دي كل المقادير بتاعتنا. بالنسبة للدقيق، كل كوباية دقيق بتاخد كوباية مية، على حسب بقى تعملي 4 كوبايات كوبايتين المهم كل كوباية مية قصاد كوباية الدقيق. هنضرب كده بالمضرب كويس قوي. انا كده استخدمت 3 كوبايات من الدقيق و3 كوبايات ميه. هضرب كده كويس قوي، وممكن نعمله في الخلاط يطلع جميل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لا تقيل ولا خفيف، يعني عجينه ممتازه وسمكها او تقلها مظبوط 100%. مسحه بسيطه كده للطاسه، وهبتدي احط يعني بمقدار مغرفه. هتمسكي كده الطاسة وتحاول تلفيها كده بالشكل ده كده، والعجينة تسيبيها مفيش ثواني، وبنقلبها على الوش التاني، وبتبقى بالشكل ده بتطلع ممتازة. بصوا يعني ما لزقتش في الحلة ولا أي حاجة، وبتطلع ممتازة معاكي وجميلة. عجينة طرية وسهلة التشكيل، حلوة قوي. يعني هتيجي تلفيها مش هتقطع معاكي، جميلة جدا. شايفة حلوة قوي، ما بتاخدش ثواني، بتتقلب على الناحية التانية وبتطلع معاكي زي العسل زي ما انت شايفة كده. بس كده، طريقته بسيطة. انا كملت الباقي مع نفسي زي ما انتوا شايفين، جميل جدا. طريقة ناجحة من اول مرة، يعني اعمليها وما تخافيش، امشي على المقادير مظبوطة وهيطلع معاكي جميل جدا وممتاز زي ما حضراتكم شايفين كده. وبس كده. كده اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. اشوفكم بخير في وصفة جديدة. باي.